السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. تبارك الله. الشتيوه بالبارح وهي كتصب، وهذا النهار كذلك النهار كامل وهي كتصب، يعني ما ريضتش من الليل. كما كتشوفوا الاجواء بارده وممطره، هادئه كذلك في نفس الوقت. كنا درنا الصباح نخرجوا نقضيو الامور ديالنا وعندنا مواعيد، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. هذه الاجواء الممطره رائعه. ايوا يا البنات، من ضربت لي في الخوا وما لقيت ما ندير، وتبطلوا كلشي الامور ديالي نتاع هذا النهار. قلت ارى ما ارى، هذا الجو البارد خصو غير واحد الكويس تاع القهوه تحت هاد الامطار بنادم يشربهم. وفكرت انني ندير حد كما كنسميها حلوه السعاده، كترفع بالمعنويات نتاع الواحد. حلوه رائعه والمكونات سهله وخاليه من الجلوتين في نفس الوقت. ما كنتش من العكسات يا لالا. ونجبد لك القوقاو، درتو القوقاو او الفول السوداني، راه حنا كنسميوه بالقوقاو. درتو في الفران، كان عندي موجود، كان عندي في الثلاجه. درتو في الفران في الصينيه، وبقيت نقلب 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 فيه حتى تحمر. في نفس الوقت سخنت الدار لان كان الجو شويه بارد. وفي نفس الوقت حضرت حلوه السعاده السريعه اللي هي في الحقيقه سميتها حلوه الرخامه. هاد الحلوة ساهلة يا البنات، تدار بسرعة في وقت قياسي. غير تحمر القوقاو سواء في الفران او في مقلاة ولا طاجين. هنا عندي على حساب كيلو نتاع القوقاو. درتو حمرته مزيان، واخا الكاميرا ما عطاتش الصوره الحق ديالها، راه محمر مزيان باش يطلق داك المذاق من تعطي فيه. يعطي واحد المذاق نتاع التكرميله نتاع مع الشوكولاط، يعطي ذوق خرافي. ومن بعد يا لالا ما حمرت القوقاو مزيان، عطيتو حقو في التحمار. درتو في هاد الصني، كان في واحد الصني مستطيل كبير. درتو في هاد الصني وبقيت نقشرو بهاد الطريقه، نديرو بين جوج يدين. كنبقى هكا نقشرو حتى تبقى غير كميه قليله بالقشور، ونسفو حنا هاد الطريقه يعني نسيف، راه حنا معرفينها كاع النساء كيعرفوا هاد الطريقه. نسفتو كما كتشوفوا، كيبقى داك القشور كيمشي لواحد الجهه والقوقاو كيبقى في واحد الجهه. سفتو رميت كاع داك القشور كما كتشوفوا، بقاو حبات قلال اللي بقاو بالقشور ديالهم، معليش كيعطيو واحد اللون، يزيد واحد اللون، يعني كتجي مخلط القوقاو مقشر. كاين اللي كيديروا صراحه كاع بالقشور، ولكن انا بالاحسن كيعجبني نقشرو، نخلي غير حبات قلال بالقشور. هاد المرحله يا البنات غادي نطحنو، ماشي نطحنو غير نهرمشو غير واحد الضربه جوج في هاد مولينيكس وصافي. كي راكم تشوفوا راني قربت الصوره باش توضح. غير مهرمش يجي بهاد الطريقه. نطحن كاع الكميه اللي عندي وانتم معايا تابعوني حتى لاخر الفيديو. نتمنى تنال الحلقه الاعجاب ديالكم، واشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى، واللي تفرج ما ينسانيش من اللايك. كنشكركم جميعا. من بعد البنات، من بعد ما هرمشت كاع جميع كميه القوقاو اللي عندي، كانت كيلو، ويمكن من حيت لها القشور نقص شويه في الميزان، ولكن هذه هي الكميه نتاع القوقاو. غير بانت قليله في القصعه لان القصعه هي اللي كبيره، ودرت عمدا الخليط تما نتاع القوقاو المهرمش باش نخلطو باريحيه. من هذه نضيف له المكون الرئيسي اللي هو العسل. اول شيء درتو هو القرفه. القرفه كنعتبرها ضروريه، كتواتى مع القوقاو وكتواتى حتى مع الشوكولا. الذوق ديالها رغم ان المذاق القوقاو كيغلب على القرفه، ولكن كتجي ديك النسمه كتجي كتواتى معاهم. ضفت قرصه تاع الملح، ضروري اي وصفه نديروها وخاصه في مجال الحلويات كنضيفوا ليها الملح لانها كتستخرج النكهات. اما بالنسبه للعسل فعيني ميزاني، كندير الكميه اللي كنشوفها مناسبه وانا كنخلط. الا خاصني نزيد، ما خاصنيش نكتفي بداك المقدار. الان كنضيف المعالق تاع العسل، وغادي نبدا نخلط على بركه الله. نخلط بهذه الطريقه، نخلط. والعجينه ماشي عجينه، هو راه القوقاو كما قلت لكم كيبقى مهرمش. نخلط حتى نتحصل على قوام متماسك، لانه باش ما تفتتش، باش نقدر ندير لها
واحد الغطاء نتاع الشوكولا من الفوق ومن الاسفل، لابد ما تكون القوام ديالها متماسك. كي كتشوفها البنات كنحاول ندمج كاع دوك العناصر اللي ضفتهم للقوقاو، اللي هي الملحه والعسل والقرفه، وكما قلت لكم في نفس الوقت حتى نتحصل على قوام متماسك. وهنا من بعد ما تشكلت لي كريه نتاع الخليط وكان القوام متماسك، درتها بين بلاستيك، جوج تاع البلاستيك كما هكا احسن للعمل، والا فهداك الدلاك هادي كاع يبقى يتملصق بالعسل اللي في القوقاو. احسن طريقه هي انها تدار بين جوج تاع البلاستيك. بهذه الطريقه كندلك كنحاول ندير نفس الارتفاع نتاع هاد الطبقه باش تجي من نكب فوقها الشوكولاط تجي متساويه كذلك. وكذلك الارتفاع على حسب كل شخص كيبغي، كل وحده كتبغي الارتفاع، كاين كتبغي الطبقه غليظه، كاين انا درتها ما هي غليظه ما هي رقيقه، بين وبين. هاد اللحظه يا البنات راني درت الشوكولا، اعتذر لان التليفون كان في واحد المكان اللي ما قدرتش نحركه مع انني كنت كنخدم في نفس الوقت. فاذا درتها في حمام مريم الشوكولات كما معروف عليها ما كتدارش فوق النار مباشره لانها كتحرق، لانها سريعه الاحتراق. اذا ديما الشوكولا كنديروها في حمام مريم. اول حاجه غليت الماء ودرت فيه واحد الشوكولات في واحد طاسه او جبانيه صغيره، وخليته يذوب على خاطرو. في الاخير زدتلو الزيت، واحد جوج معالق تاع الزيت، وكذلك في واحد الطاسه اخرى او غريفيه صغيره زدت كذلك الشوكولاته البيضاء التي نزوق بها، ودرتها لان يعني مباشره من بعد ما الشوكولاته تذوب راه صعيب باش تولي تجمد، كتجيب مده. اذا واخا نحيدها واحد للحظه يعني وندير الشوكولاته البيضاء تذوب كذلك، ما هاديش يعني ما هاديش تولي تيبس لي في الساعه الشوكولاته السوداء. راني كنديرو الرقب عليها باش ما كنقص لها النار، النار على حساب تكون من الاحسن تكون ناقصه، لان كما قلت لكم واخا كتكون في حمام مريم الا طلع لها البخار بزاف بحال اللي كيتغير القوام ديالها الشوكولاط. وخاصه الشوكولاته البيضاء صعيبه في التذواب ديالها، الكحله في الساعه كتذوب وكتبقى في القوام ديالها، ولكن الشوكولاته البيضاء حساسه بزاف، الا فاتت لها الحراره واخا في حمام مريم كتتقطط. هذا هو الارتفاع وكلشي نتاع درتها على شكل مربع. هذا القوقاو مع العسل اللي عطى هاد الطرطه، عطى شكل طرطه. وهنا على عجاله وريت لكم الشوكولات درتها في هاد، راه تحتها واحد الكاسرونه غير صغيره تذوب فيها، ومن بعد درت عاوتاني واحد الطاسه واحد الغرفيه نتاع الشوكولاته البيضاء قليل، لان البيضه غير زوقت بها، لانه بحكم انه خصني نخدم بسرعه من درت الشوكولات باش ما تجمدليش وباش ما كانش عندي الوقت باش نصور كل المراحل بدقه. ولكن هاد الحلوه الشهيره اللي هي ديال الرخامه معروفه وكلشي كيعرف يديرها وسهله. انا اللي بغيته هنا في هذا الفيديو انني شاركت معكم نهار يعني تعطلوا لي فيه كلشي الامور ديالي، وقلبتها حلوه نتاع السعاده ترفع بالمعنويات ديالي، وفي نفس الوقت يعني كتمشي مع القهوه، تمشي مع لاتاي، تمشي غير بوحد هكا تيسير. والمذاق ديالها كما قلت لكم خرافي، رائع رائع رائع. سبحان الله، وخاصه من تبات كتعطي واحد المذاق ولا اروع. وانا ما كنخليهاش، كان عندي في هذه الكميه عندي 3 ايام 4 ايام نكونوا كملناها. هذا هو الشكل النهائي. التقطاع سهل، درتها على شكل مقروطه. شكرا على حسن المتابعه حبيباتي، والى حلقه قادمه باذن الله. السلام عليكم.